واش خير منا. انا الحاجه اللي دوختني انا غير كي نشوف اليوم لي U20 منتخب اقل من 20 سنه اون فينال ربحوا تونس بثلاثه. مصر في مصر في مصر هما الاورغانيزاتور. احنا ما رحناش ميم با، وكاين ناس مازال تصح في وجهها وتهضر. تحكي ليش انا على وقتو لي جون قال حنا ثاني وني دي زالجيريان. شكون قال ماشي دي زالجيريان؟ بصح خويا كاليفيني U20 كاليفيني لا كوب دافريك مع الرجاله اللي راهم في مصر الان ما نخسروا بربعه بثلاثه تكاليفيا وانت ما راحش ميم با كوب دافريك وتزيد وجهك صحيح وتزيد تتكلم وتقول وحنا ودرنا. ما درت والو انت ما درت. الفرق بيننا وبين المغرب هو فرق كبير ملحوظ من خلال القايمه اللي هتنزل لحضرتك دلوقتي الخاصه بمنتخب المغرب عشان تتفرج على الاسماء عامله ازاي. لا الثقافه اللي هي ليها علاقه انه الناس في المغرب ثقافه الغربه موجوده عندهم بدرجه كبيره جدا. المسافه قريبه بينهم وبين اسبانيا، بينهم وبين البرتغال، خدوا على ان هم يتكلموا كذا لغه. كل دي حاجات موجوده بتساعد على انه الناس اللي بره القاعده كبيره جدا جدا والجامعه. واش خير منا. انا الحاجه اللي دوختني انا غير كي نشوف اليوم لي U20 منتخب اقل من 20 سنه اون فينال ربحوا تونس بثلاثه. مصر في مصر هما الاورغانيزاتور. احنا ما رحناش ميم با، وكاين ناس مازال تصح في وجهها وتهضر. شوف الناس كيفاش تخدم يعني في كامل لي كاتيجوري. احنا ما كاش ومن بعد ذاك نبداو نقولوا بلي جزنا اكوتي ما كاش امكانيات. على كل حال ما الذي يحدث حتى لا ننقل هذه التجربه تاع المنتخب والاتحاديه ولا ديتيان مع منتخبنا الوطني ومنتخباتنا الشبانيه. لا سي بيان سي ان تري بون سيجي ويعطيك الصحه بور لانفستيغاسيون. جو رجوع واش قال علي وسمير il y a une volonté de casser le football en Algérie. شوف يا رضوان في لا دانيير فينال تاع الشان باش الناس تعرف بلي 4 ولا 5 جوار U18 لعبوا في لا فينال اللي ربحوا. هذوك لي جوار تكلمت عليهم مشاو في مات. احنا كجوار في لا فينال تاعنا مشى لوروب ما كان اوكان جوار. هذه من جهه هذا رغم كيما وتا بيان في دو مونسيوني صح ما عندهمش لي شامبيونات يركيوتو من لا ريو. هاد لي سوبرفيزور يركيوتو من لي شون ليبر يروحوا يشوفوا لي جو لي وما عندهمش شامبيونات على الجهه صح. يقعد تماك يشوف يوبسيرفي قال هذاك سي بون خذ لو نون تاعو ومن بعد يعاودوا يجيبوه. شوف ان تي بو لو ترافاي على باز العمل القاعدي كيفاش يندار. ورغم نقص الاموال ونقص الامكانيات الا ان الاراده تاع المديريه الفنيه وتاع القائمين على الفيدراليه جابوا لاعبين وفورماهم. اليوم والله غير اضواء الكشفه ما كاش، الدوش ما كاش، ليكيبمون تاع الشتاء ما كاش، الجوار في كاتيجوري جان ما ياكلش، الاولياء ولادهم كي ما يلعبوش يعتديوا على المدربين يسبوهم يهدوهم ويشتموهم. والفريق المغربي فريق يعني ما يستحق، لان المغرب نحبوا ولا نكرهوا عندنا فريق قوي. انا شفتهم يلعبوا وشفت الفريق تاعنا نتاع الجزائر يعني كاين فرق بين المستوى نتاع الجزائر ونتاع المغرب. ولكن في المقابله هذه كاين دفع معنوي يعني من الناحيه البسيكولوجيه. اللعب تاع كمال شرحت تتكلم عده سنين وحنا نتكلموا سنين وحنا نتكلموا على هذه الامور. والخاسر الاكبر هي هذا البلد الكبير الجزائر. الخاسر اكبر لان كي تروح تمثل في المغرب فهمت تمثل بلد كالجزائر وتجي خاسر 0 نقطة. والله هذا اعلام وهذه بلد وهذه خاصة في المغرب. انا نظن باللي شوف كل امور هذا لازم لها تغيير شامل. كمال تكلمت على اوروبا، سافروا على بلجيكا وعلى هولندا وعلى البرتغال وعلى اماكن كتير جدا. ثقافة الغربة موجودة عندهم بدرجة كبيرة جدا. المسافة قريبة بينهم وبين اسبانيا، بينهم وبين البرتغال، خدوا على ان هم يتكلموا كذا لغه. كل دي حاجات موجوده بتساعد على انه الناس اللي بره القاعده كبيره جدا جدا. والجامعه الملكيه المغربيه استفادت من وجود كشافين. كل دوله ليها كشاف او 2 يلقط اهم المواهب. دي حاجه خارجه عن الاراده. في نظريه كده اتساقت للوطن العربي كاملا انه المغرب وقطاعات ناشئين المغرب وشباب المغرب قايم على فكرة اللاعبين أصحاب الجنسيتين الذين نشأوا في أوروبا ولهم أصول مغربية. وبعد شوية عادل سعد عنده إضافة مهمة جدا في القصة دي. بس أنا هاخد مثل واحد. رضا النهاردة بيقول إن كل ده وهم. ليه؟ لأنه النهاردة منتخب تحت 20 سنة بيقودوا نجوم محليين بتاخد دقايق لعب شبه الجزائر بالظبط.
سكيل اعلى بالنسبه للعيبه المحليه. منتخب المغرب عنده محترفين، لكن عنده لعيبه محليه هي اللي تصنع التفوق. ممكن نبص على الشاشه ونشوف رضا كان عامل ازاي النهارده، لان ده نموذج انك ازاي تقدر تعد لعيب وتثق فيه. رضا العلاوي بيلعب مع المنتخب ده زي ما انت شايف بقاله سنه ونص، وبيلعب في نادي الفتح الرباطي. لعيب نص ملعب يهاجم المساحات بشكل كامل، هو اللي عليه الدايره ودايما رايح للمساحه، دايما رايح لمنطقه الجزاء، دايما بيبص على المساحه فين، بعيدا عن سير الكره جاي فين، انت جاهز من اول ربع ساعه وهو طول الوقت زايد جوه منطقه الجزاء. خد بالك المنتخبات اللي بتثق في اللعيبه المحليه، ده التاسيس الموجود عند لاعب اللي شغال باطار مظبوط. دي الفكره. من تاني هقول من باب التحفيز يشوف بس قميص المنتخب المغربي، يعني هي حاجه للتحفيز فقط لا غير. يكمل. بالمناسبه من ناحيه الستايل شويه بيفكرني باسامه ابو علي، يعني ممكن نبص عليه تاني. الستايل في استلام الكوره بالرقم 9 بالشكل نوعا ما يفكرك شويه شيء من وسام ابو علي. كل التحيه الحقيقه للاشقاء في المغرب اللي بيعرفوا يبنوا هذا النوع من المنتخبات بهذه الدقه. عندنا تقنيين فهمتني جزائريين يشتغلوا في اكبر انديه في اوروبا، لما لا نستنجد منهم؟ هما جزائريين راح يمدوا لك يعني لو نيفو اوروبيان لو نيفو. المشكل تاعنا كمال سي كون اسيي هاد لي زاني كامل on a essayé des techniciens algériens. هذه المواهب ممن تجي هذه المواهب؟ تجي عن طريق هذو اللاعبين القدامى. انا الفئه الشبانيه كاع الفئه الشبانيه استرجعت كل اللاعبين القدام اللي عندنا في جمعيه وهران، وراهم يعملوا في عمل تاعهم، وعندنا بلان داكسيون. فيدراليه ما تكونش عندها يعني ان بلان داكسيون، ولا تعطي حتى تعطي الفئه الشبانيه. الصوره واضحه والصدمه اقوى من كل التوقعات. المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يحقق إنجازاً تاريخياً جديداً، ويخطف بطاقة التأهل للنصف النهائي كأس إفريقيا بعد فوز ثمين على منتخب سيراليون في مباراة مثيرة شهدت لحظات حبس الأنفاس حتى آخر دقيقة. ولم يتوقف الإنجاز هنا، فتأهل الأسود الصغار يعني رسمياً ضمان بطاقة العبور إلى كأس العالم لأقل من 20 سنة لأول مرة منذ سنوات طويلة، وسط فرحة جماهيرية كبيرة في المغرب وخارجها. وهنا بدأ الانفجار الإعلامي. الإعلام الجزائري في حالة توهان، تحليلات متوترة وعبارات مثل كيف فعلوها؟ وهل أصبح المغرب مصنعاً للنجوم؟ تتكرر بلا توقف. أما الإعلام المصري فحاول التغطية على الإنجاز، لكن لغة الأرقام لا تكذب، فالمغرب بات رقماً صعباً في كل الفئات السنية. نجوم المنتخب تألقوا بقتالية وشجاعة. بهذا الفوز يواصل المغرب فرض هيمنته على الكرة الإفريقية، ويبعث برسالة قوية مفادها: جيل المستقبل قادم، استعدوا.